عليها. المادة العاشرة يسجل صاحب المشروع محاسبة خاصة بالمشروع تتضمن دقة وصحة العمليات المحاسباتية يتم حفظها في سجل معين لهذه الغاية، ويلتزم بالاحتفاظ بكل الوثائق التقنية والمالية المبررة للنفقات المتعلقة بإنجاز المشروع، وذلك لمدة 2 سنين تبتدئ من تاريخ مصادقة السلطات الوصاية عليها وتسلم لنسخ منها لإدارة الجماعة. رصد المساهمة المالية في إطار ميزانية الجماعة يتم صرف مساهمة الجماعة الحضرية سلوان دفعة واحدة. تصرف هذه المساهمة في حساب بنكي مفتوح باسم الجمعية صاحبة المشروع، حساب هو مفتوح في البنك الشعبي بالنظر. صرف المساهمة المالية الخاصة بباقي الشركاء يجب أن تحول المساهمة المالية الخاصة بصاحب المشروع إلى الحساب المشار إليه على المبلغ 11، ويشكل هذا التحويل شرطا مسبقا لصرف تحويلات مساهمة الجماعة إلا أنه يمكنه بصفة استثنائية يجب تجاوز هذا الشرط وذلك بصفة أطراف متعاقدة. إذا أخذ صاحب المشروع بأحد التزاماته أو تأخر في إنجاز المشروع أو العملية يحق رئيس مجلس الجماعة الحضرية للأموال مع استشارة كتابة في ظرف 10 أيام تأجيل أو إيقاف صرف المساهمة المالية لجماعة سلوان، ويتم صرف المساهمة مجددا بعد التأكد من توفر شروط إنجاز المشروع مع تحمل صاحب المشروع المسؤولية كاملة عن جميع الاختلالات والتبعات التي تلحق هذا المشروع، وذلك أمام الجهات الإدارية والقضائية. المادة 14 عند نهاية المدة الزمنية الاتفاقية أو في حالة فسخها وعلى ضوء التقييم النهائي للنتائج من طرف لجنة التتبع يمكن مطالبة صاحب المشروع بإرجاع الدفعات التي يكون قد توصل بها لفائدة صندوق الجماعة الحضرية للأموال إذا قبل الزمن، وذلك خلال مدة أقصاها 60 يوم بداية من تاريخ الإشعار بقرار إرجاع الدفعات الذي يصدره رئيس مجلس الجماعة للأموال ويتم التحصيل طبقا للقوانين فيها العدد. بخصوص استمرارية المشروع تلتزم الأطراف المعنية بضمان استمرارية المشروع حيث تزود الجمعية تسليم التجهيزات المتعلقة بالمشروع للمحسن الوطني للمكسب طبقا للقوانين والأنظمة الجارية في العالم. المادة 16 تخضع كل العمليات المرتبطة بإنجاز المشروع للمراقبة بطرف الهيئات المختصة، ويلتزم صاحب المشروع بالتعاون مع لجان المراقبة التي يمكن أن تضم في عضوية عقد الاقتضاء ممثلين عن الجهات المانحة ووضع كل الوثائق والمعلومات الضرورية لها الإشارة بها في القيام بمهامها. المادة 17 تتفق الأطراف على إنجاز تقييم المشاريع المنجزة على أساس مؤشرات النجاعة التالية: نسبة تقييم الأشغال في أنشطة المشروع مقارنة مع التوقعات، مدى مساهمة المشروع في رفع نسبة الولوج للماء الصالح الشرب داخله. المادة 18 التتبع تعقد لجنة التتبع برئاسة السيد رئيس المجلس أو من يمثله اجتماعات دورية للتأكد من حسن سير المشروع ووضع الحلول الممكنة للمشاكل التي قد تعترضه واقتراح الإجراءات التي تسهل إنجازه وتضم في عضويتها جميع أطراف الاتفاقية، ويمكن للسيد رئيس مجلس الجماعة للأموال استدعاء أي شخص أو هيئة يرى حضورها مفيدا لاجتماعات اللجنة. يتعهد صاحب المشروع المادة 19 يتعهد صاحب المشروع طبقا للمادة 6 أعلاه بأن يقع وبصفة منتظمة وعند نهاية كل 3 أشهر إرسال رئيس المجلس وإلى باقي الشركاء تقريرا مفصلا حول السير المادي والمالي للمشروع، ويجب أن يتضمن التقرير مدى تطور مؤشرات التقييم وكذا الإنجازات المحققة بالبيانات بالإضافة إلى تحديد الصعوبات المحتملة والحلول المتخذة أو المقترحة. المادة 20 كل نزاع ناتج عن حصول مساهمة أو تنفيذها لهذا العقد وفي حالة عدم حسه توافقه يعرض على أنظار السيد عبد الناظور من أجل التحكيم، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ملائم للأطراف المتعاقدة يتم اللجوء إلى النشاط القضائية طبقا للقوانين والأنظمة التي تعمل في المغرب. المادة 21 تلتزم الجمعية المذكورة بإعداد لوحة تتضمن معطيات مفصلة حول المشروع تحمل اسم الجماعة الحضرية للأموال عند الشروع في إنجاز المشروع والجمعية المعنية. المادة 22 إن مراجعة مقتضيات الاتفاقية يجب أن يتم باقتراح كتابي وموافقة الأطراف الموقعة عليه، وتكون هذه المراجعة موضوع ملحق. مقتضيات خاصة يمكن الأطراف حسب خصوصية المشروع أو العملية تحديد مقتضيات خاصة ما دامت لا تتعارض مع المقتضيات العامة لهذه الاتفاقية. إذا هذه البنود السيد الرئيس الحضري متعلقة بهذه الاتفاقية خاصة بالتزويد حيث الغرفة التدريبية بالنشر. شكرا سيدي الكاتب. إخوان ربما اتفاقية واضحة ولكن شي تعديلات على البنود إدخال تعديلات على البنود في هذه الاتفاقية باب المناقشة. شكرا سيد الرئيس. بالنسبة لهذا المشروع
في حتى المديريه الاقليميه للتنميه البشريه لا، ما كاينش. يعني كاين الجمعيه والبلديه، الجمعيه والبلد. ما كاينش مساهمه ديال لا المديريه. لا لا لا. صح. والمشروع كاين المراقبه ديالو والتتبع ديالو والاداء ديالو هو الناس ديال النظام ضروري فيه المصلحه ديالو. الاخوان جزء من المصادقه كاين شي مصادقه بالاجماع، مصادقه بالاجماع. شكرا. الساده المستشارين. نجو النقطه الخامسه.